السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، كل عام وحضراتكم بألف خير يا رب، ويعود علينا الأيام وعليكم بخير بمناسبة السنة الجديدة. إن شاء الله النهاردة هنعمل كيكة. نخش في المقادير ونقول لكم إن شاء الله هنعملها إزاي. معانا كوباية مج أهو الشاي العادي بتاعنا، سمنة على زيت. معانا كوباية لبن هي اللي أنا معايرة بيها الدقيق 3 كوبايات منها، وكوباية ونص سكر، ومعايا معلقة لبن بودر اختياري، ومعايا ورقتين فانيليا وباكت بيكنج باودر، ومعايا معلقة كبيرة كاكاو، ومعايا 3 بيضات. ان شاء الله هعملها في الخلاط، هعمل السوائل كلها في الخلاط، وان شاء الله ارجع لكم واقول لكم احنا هنعمل ايه. انا هنا اهو حطيت السمنة على السكر على اللبن على البيض على الفانيليا، وحطيت ذرة ملح صغيرة. كل ده هيتضرب في الخلاط وارجع لكم تاني ان شاء الله. وهنحط هنا معلقة اللبن بعد ما خفقناه شوية، دي اختياري، حابة تحطيها حابة مش حابة مفيش اي مشكلة. انا هنا هفضي باكت البيكنج باودر، واكيد الدقيق طبعا بيبقى منخول، حابة تنخليه مرة واتنين، انا هنخليها بصراحة مرة واحدة، بيدي بتنخليه بيدي الهيشان الحلو، ميعملش من جوه فراغات ولا حاجة زي كده. هنقلبه. نجيب بقى بوله نفضي فيها السائل اللي احنا عاملينه. انا هنا اهو فضيت السائل اللي ضربته في الخلاط، بنضربه طبعا كويس جدا، السكر ما بيبقاش باين فيه. وهحط الدقيق، بسم الله بسم الله ما شاء الله، وهنعمله بمضرب يدوي او بمعلقه المتوفر عندك. هنحس مثلا ان حسيتي ان الخليط تقيل شويه مفيش مشكله، ممكن تزوديه شويه لبن. مش متوفر عندك شويه لبن تاني، ممكن شويه ميه دافيه، مش هيعمل اي حاجه معانا اهي. وبنقلب اتجاه واحد لحد ما الدقيق معانا بيختفي خالص. بصوا هو الخليط معانا اهو، بس انا حاساه يعني ايه تقيل سنه، هزود عليه كده شويه لبن ان متوافر، يعني مش متوفر الميه تغني خالص. بس تبقى ميه دافيه مش ميه ساقعه من الحنفيه، ميه دافيه. بصوا اهي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. هي كده ال3 مقادير دقيق اللي احنا عملناهم ما شاء الله خدوا كوبايه وربع لبن، مش اكتر من كده، وهو ما شاء الله جميل قوي. هنجيب بقى القوالب ونحط فيها. انا معايا 3 قوالب ادي اهو، واحد اكبر من التاني. ده ان شاء الله هعمله بالفواكه المجففه. عجينه الدقيق دي الكيك هقسمها ل3 اجزاء، جزء هعمله بالفواكه المجففه، والتاني بالشوكليت شيبس، والتالت هعمله بالكاكاو، وهنشوف احنا هنعمله ازاي ان شاء الله. انا معايا هنا معلقه فواكه مجففه كبيره، هحط عليها شويه دقيق صغيرين يا دوبك تعفيره كده اهو، علشان ما ينزلش في الصينيه من تحت، يفضل ثابت من فوق اهو. وهنجيب جزء من عجينه الدقيق هنا اهو، خدت جزء من الكيك وهحط عليه الفواكه المجففه. انا جبت القالب معايا وفي حته سمنه هدهنها فيه كلها، واروح معفراه بالدقيق بحيث ان الكيك اما يستوي ما يبقاش لازق فيه. هنقلب بقى خليط الكيك ده مع الفواكه المجففه. انت ممكن تشتري يعني حاجات بسيطه من عند العطار، مش مكلفه جدا، يعني انت ممكن تقولوا عايزه ب5 جنيه هيديكي حتى ايه الحبه اللي انت محتاجاهم، مش اكتر ولا اقل اهو. جبنا الفورمه بتاعتنا اهي، ونصب ان شاء الله الكيك اهو بالف هنا لكل اللي هيجربه باذن الله. حاجه كده ما شاء الله، ريحته من قبل ما يستوي والله مش عارفه اوصف لكم ريحتها وجمالها اهي. هنظبطه اهو، احنا حطينا نصه بالظبط، وتبقي كده عشان لو في اي فراغات فيها تطلع معانا.
اهي. هعمل بقى الطاجن التاني اللي هو السرفيز التاني واوريهولكم. خدنا جزء تاني من الكيك بتاعنا وهنحط عليه معلقه كبيره شوكليت كده ونخلطها. هنبقى برضو عاملين برضو في نفس الصينيه اللي هنعمل فيها برضو دهنة سمنه وشويه دقيق عليها. اهي عفرناها زي اللي قبليها. ونحط برضو خليط الكيك. ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، نازل جميل الله اكبر. نفضي البوله. احنا عملناها اهي برضو نطلع اي فكاكه فيها. وسهله جدا تعمليها ومقاديرها في كل بيت ما شاء الله. يعني كوبايتين دقيق اما تعملي بيهم ولا حاجه. هو مع ان الدقيق غلي بس في البيت هيبقى احسن وانضف من اي كيكايه هتجيبيها من بره، واسعارهم غليت جدا الضعف بستهيألي غليت. هنعملها للبيت لولادنا وهتبقى انضف بكتير. وده معانا بقى الخليط. هنحط عليه معلقه الكاكاو اللي احنا قلنا عليها معلقه كبيره وهنخلط. ان احتاجت معانا معلقتين لبن نحط، برضو مش متوافر اللبن حطي شويه ميه دافيه. هخلطها كلها. انا خلطتها اهو. حابه بقى تدلعيها وتحط لها شويه شوكليت دي حاجه خاصه بيكي، مش حابه مفيش اي مشكله. انا هحط لها يعني بما اني موجوده معانا اهي بتدي برضو طعم معانا وافضيها معانا في الاخر. انا هنا اديت الشكل اللي معانا معلقه سمنه على زيت صغيره ندهنها بيها سمنه على زيت، حبه زيت بس مفيش اي مشكله. واحط عليها كاكاو على دقيق عشان الدقيق بتحسها ان هو بيبيضها من تحت، فاحنا عايزينها ايه يبقى لون كلها بالكاكاو. انا اهو عملتها معاكم، بس ايه لو فيها بقى اي زوايد اي كاكاو دقيق زياده طبعا بنفضه منها. هنصب معانا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. ننزل الخليط كله معانا اهو خلصناه. وبرده هنطلع منه اي فراغات. ودولت عملناهم ب3 كوبايات دقيق. حابه بقى ان انتي تدلعيها من على الوش كده اهو، حطي شويه فواكه اهي، يعني حاجات بسيطه على انها ما شاء الله فيها كتير من تحت اهو. طبعا الاولاد بيفرحوا بالالوان والحاجات دي كلها. وهنا برضو حطي شويه شوكليت ما شاء الله اللهم بارك اهو. والشوكولاته دي ان شاء الله بقى ايه نخلص ونسويهم ونشوف ان شاء الله معانا احلى 3 صواني كيكه تعجبكم ان شاء الله. نسويهم على نار 180 ما نفتحش عليهم الا بعد نص ساعه نشوفهم هما يطلعوا بمشيئه الرحمن. وهنا في نقطه، لو الطواجن معاكم او اي حاجه بتعملوا فيها الفورمات اللي انتوا بتعملوا فيها خفيفه يفضل تحطوها في اي حاجه ألمونيا زي كده تاخد الحراره، وبعد كده ان شاء الله الحاجه تطلع مستويه معاكم زي الفل اهو. سيرفيس زي كده او صينيه مدوره المتواجد عندكم. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله وهم يا جماعه بعد ما استووا حاجه كده اللهم بارك اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. بص هنزوقها بقى دلوقتي معانا سكر بودره، ده اختياري طبعا اللي حابب واللي مش حابب براحته. ومعانا صوص شوكولاته مسيحينه بمعلقه زيت ومعلقه لبن. انا عايزاه خفيف هنعمله كده اهو ما شاء الله اللهم بارك. الفواكه
هنحط بس كده اهو حاجات بسيطة عليها، واقطع بقى ايه واوريها لكم. هنقطع اهو، بصوا ما شاء الله طرية دايبة مش مستحملة، بالصلاة على النبي ما شاء الله. بصوا جميلة 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 وطرية ازاي اهي. نقطع التانية. ما شاء الله اللهم بارك، طالعة جميلة جدا وهشة. بصوا طرية ازاي، اللهم بارك يا رب. ان شاء الله تعملوها وبالمقادير اللي احنا عاملينها هتطلع معاكم مظبوطة كده اهو باذن الله باذن الله. واللي بالشوكولات اللي عملناها برضو ما شاء الله اهي، ما شاء الله اللهم بارك. كيكه جميله وناجحه جدا بالمقادير اللي انا عملتها قدامكم وريتها لكم، ناجحه جدا والله. ان شاء الله تعملوها وتبقى زي الفل معاكم. ادي عملنا لها اهي ب3 كوبايات دقيق فقط لا غير وكوبايه لبن. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وايدينا، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كل اللي بنعمله ينول رضاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.